بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنكمل موضوعنا عن مفاهيم في إدارة الوقت، وعنوان حلقة النهاردة الدوافع لإدارة الوقت. ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان عايش بالسببية، يعني لازم ياخد بالأسباب عشان يقدر يعيش. كوباية المية علشان نشرب منها ما ينفعش تنط علشان نشرب منها، لازم نمد إيدينا وناخدها علشان نشرب منها. ربنا جعل الإنسان يدخل في دورة حياة النباتات، بمعنى إن ياخد البذور ويحط ويعمل حرث في الأرض، وبعدين يبذر البذور في الأرض عشان تبدأ تنبت، ويتولاها بالرعاية والري لغاية ما تبدأ تنمو. في بعض البذور ممكن تيجي ظروفها إن هي تقع في منطقة مناسبة وتغطيها بعض الرمال، وبيكون في نسبة رطوبة واصلة لها، وبتبدأ في عملية النمو من غير تدخل عنصر بشري، بس ده بيكون نادر جدا. ربنا سبحانه وتعالى خلق البذور صغيرة الحجم، ونبات البذرة نفسه بيكون كبير الحجم، يعني ممكن نواة البلحة تطلع نخلة كبيرة ارتفاعها عالي جدا، والإنسان يبدأ يتسلقها. الحكمة في إن البذور بتكون صغيرة حتى يتسنى للإنسان إن هو يحملها ويتنقل بها من مكان لآخر، ويبقى له الحرية في الحركة في الأرض، وحسب ما تستقر به الأمور يبدأ يزرع في المكان اللي هو هينتقل فيه بكمية البذور اللي هو شالها معاه من مكان لآخر. كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يجعل بذرة النخلة جزء من الجذع بتاعها، وطبعا مش هينفع الإنسان يشيلها ويروح ويجي بيها، فمنين ما تكون الشجرة موجودة هيفضل هو موجود جنبها، وهيبقى فيه صعوبة للانتقال من مكان لمكان، لأن هو بيبقى مرتبط بالمكان اللي فيه النباتات والمزروعات. سبحانه وتعالى خلقه له فترة عمرية أو دورة للحياة من بداية الإنبات لغاية ما يثمر. في بعض الثمار لو حطيت البذرة بتاعتها في الأرض، لو بعد الموسم بتاعها بفترة معينة، بفترة قليلة، تظل هذه البذرة لا تنبت حتى يمر موسم كامل، وتبدأ الإنبات في ميعاد الإثمار بتاع النبات. زي بذر المانجا مثلا، لو زرعتها في الأرض ما بعد موسم الإثمار بتاعها أو بعد وقت الإثمار بتاعها تفضل موجودة في الأرض، لا تنبت إلا في الموسم الآخر اللي هو في ميعاد الثمرة بتاعتها، تبدأ بذرة المانجا تنبت وتخرج المجموع الخضري والمجموع الجذري، المجموع الجذري بتاعها والمجموع الخضري، يعني بتمشي بتوقيت محسوب حسب ما ربنا سبحانه وتعالى جعله فيها. وده نوع من أنواع إدارة الوقت، بس دي إدارة الوقت إلهي، زي الشمس، الليل والنهار، الشمس والقمر، وهكذا كل أمور الحياة ربنا سبحانه وتعالى خلقها بإدارة للوقت. الإنسان ربنا سبحانه وتعالى جعله خليفة في الأرض، بيدير الموارد الطبيعية وبيدير الموارد البشرية، وعلشان يدير الموارد الطبيعية ويدير الموارد البشرية لازم يكون لديه الدافع للعملية الإدارية، ولازم يكون عنده دراية بعلاقته بعنصر الزمن وخط الزمن وعلاقته بالوقت عموما. وده اللي هنشوفه في رأي فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي في عمر الإنسان في الفيديو اللي موجود معنا. ليه عمر الإنسان قصير؟ ليه عمر الإنسان قصير؟ ده على فرض إنك عملت له عمر. في حاجات ما بيبقاش لها عمر خالص، علشان يفيد إن ماليش دي، مش هي دي المحطة، ده في حاجة تانية ورا كده، وإلا لا يصح أن يكون الخادم أطول عمرا من المخدوم. شوف الشمس اتقلب عليها كم جيل. نعم. بقى معقول يعني ربنا بقى كده؟ لا، مش معقول، ده لازم في حاجة تانية. نعم. المذيع بيسأل فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي ليه عمر الإنسان قصير؟ فبيجاوب بيقول له ده لو كان له عمر، وبيعتبر إن الإنسان ملوش عمر. الكلام ده بالحساب حقيقي، وممكن حسابه بطريقة بسيطة بمعادلة صغيرة.
على اعتبار أن الحياة الدنيا هي الفترة اللي بيعيشها الإنسان، وأن الدار الآخرة هي الخلود والأبدية، وهي اللي هينتقل لها الإنسان فيما بعد. بالنسبة للحياة الدنيا، الأوساط الأعمار أو متوسط عمر الإنسان بيتراوح ما بين 60 و80. هنفترض إن هو بيعيش 100-120 سنة. أطول البشر عمرا كان سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام، وعاش 950. كانت الدعوة بتاعته 950 سنة، وهو عاش 1050 سنة. لو عملنا حسبة بسيطة هنقسم 1050 سنة على الخلود أو الأبدية، أو قارنا بين العمر في الحياة الدنيا والحياة الآخرة اللي هي الأبدية. هنفترض مثلا إن الإنسان هيعيش 1050 سنة أو مليار سنة، وقسمناها على ما لا نهاية، بتكون النتيجة بتساوي صفر. أي رقم بنقسمه على ما لا نهاية بيساوي صفر. لو بالفرض الإنسان هيعيش 60 80 100 سنة 1000 سنة مليار سنة، وهنقسمها على ما لا نهاية، المحصلة هتساوي صفر. أي أن عمر الإنسان في الحياة الدنيا مقارنة بالأبدية والخلود في الآخرة بيساوي صفر. في رد فعل إيجابي ورد فعل سلبي بعد معرفة هذه المعلومة أو بعد إدراكها. هي كلنا نعرفها، بس في فرق بين واحد بيعيش بالمرجعية دي، وفي فرق بيعيش وهو متجاهل المرجعية دي. هتفرق في إيه؟ اللي بيعيش بإيجابية وعنده المرجعية دي، لك أن تتخيل لو واحد الدكتور قال له أنت هتموت بعد يومين أو أسبوع، هتشوف تصرفاته لو هو بيفكر بإيجابية هيبدأ يعمل كل أعمال الخير اللي يستطيع أن هو يعملها، وهيبدأ يعمل كل الإصلاح اللي هو ممكن يعمله في سبيل أن هو يحصل على أكبر قدر ممكن من النتائج والحصيلة والثمار والحسنات في أقصر وقت ممكن للاستفادة من هذه الفترة القصيرة للحصاد في الدار الآخرة. وعلى العكس، اللي تفكيره سلبي بالمرجعيات دي بيحصل له انهيار نفسي في الصحة النفسية، وبالتالي بيحصل له انهيار في الصحة الجسمانية، بمعنى إن أهدافه في الحياة الدنيا بتتلاشى، بينظر لها إن هي شيء منتهي، فليه يتعب وليه يشتغل وليه يروح وليه يجي، وبيبقى زاهد في الدنيا وبيعيش على التقشف، وبيكون على المجتمع من حواليه. وده طبعا تفكير سلبي بمرجعية إن الإنسان محصلة عمره في الحياة الدنيا مقارنة بالآخرة بتساوي صفر. على خلاف واحد عنده مرجعيات زي الراجل اللي تصدق بقميص، وكان القميص دون مش جديد، ولما شاف الجزاء بتاعه في الآخرة قال ليته كان جديدا. واللي تصدق بنص رغيف لما شاف جزاء نص رغيف في الآخرة قال ليته كان كاملا. بمنظور تاني، بالنسبة للتفكير بصورة إيجابية بعد تأكيد هذه المرجعية، وإن محصلة عمر الإنسان في الحياة الدنيا بتساوي صفر مقارنة بالأبدية والخلود في الدار الآخرة، حديث النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إذا قامت الساعة على أحدكم وفي يده فسيلة فليغرسها. وقلنا إن الصلاحيات غير متوفرة في حال قيام الساعة، بمعنى إن الأرض هتنتهي، الثمرة نفسها هتنتهي، الإنسان نفسه اللي معاه الثمرة هينتهي، وده كلام مش منطقي على أرض الواقع. وإن كان المقصود من الحديث أو الغرض منه إن الإنسان يكون باستمرار بيفكر بطريقة إيجابية لغاية آخر لحظة في عمره، وده له أبعاد ثلاثية. البعد الأول إنه يكون نافع لنفسه وبيوفر لنفسه التوازن والصحة النفسية من جهة، والصحة الجسمانية من جهة أخرى. البعد الثاني إن هو بيبقى مفيد للمجتمع من حواليه لغاية آخر وقت، وإن كان مش هو اللي هيحصد ثمار هذه الزرعة اللي هو هيزرعها. البعد الثالث إن هو بيزرع في الحياة الدنيا للحصاد في الحياة الآخرة، يعني بينفع نفسه على المدى القريب وعلى المدى البعيد. ده كان موضوعنا النهاردة عن علاقة الإنسان بالحياة الدنيا والآخرة، وإزاي أنا أفكر بإيجابية من خلال خلق الدافع بين المقارنة بين الوضع الحالي والوضع المستهدف. وقلنا أن الوضع المستهدف لأي عنصر بشري هو السعادة في الدارين، في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقلنا علاقة الإنسان بخط الزمن ودوره في إدارة
هذه الفترة الزمنية اللي بيقطعها على خط الزمن. شكرا ليكم. دكتور هشام يوسف.